اسمح لي شوية أنتقدك إذا تقبل النقد. شوف، أنت من الصير مثالي جدا، صدقني أحيانا المثالية توصلك إلى حالة من اللامسامحة، لأن تشوف الخطأ اللي أمامك جدا كبير، بس إذا تنظر بواقعية تقول ما رسول الله قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين، أنا ليش ما أمنح فرصة ثانية؟ طبيعي جدا. تشوف أحيانا لا تصير مثالي زايد عن اللزوم، بل خلي أقول لك في الحكاية بعد. لا تركز زايد، تقدر؟ من تركز زايد أنت تتعب، ثق مني. أكو أمور لا تركز بيها، حاول تتعامل وياها بشكل طبيعي. يعني مثلا اللي يستحق التجاهل أتجاهل، اللي يستحق أن أتعامل وياه ببساطة، اللي يستحق أن أتعامل وياه بغير شيء أتعامل وياه بغير شيء. بتشوف مرات من تركز مو المقابل يتعب، أنت اللي تتعب. شوف، القرار إلك، أنا اللي علي أنصحك، بس من وجهك دا أقرأ إنه راح تسمع هاي النصيحة مني، دا أقرأها بوجهك، دا أشوف البعض منكم تعبان كلش بسبب تركيزه، يركز. ما أقول لك لا تركز، ركز، لكن فيما يستحق التركيز، مو فيما لا يستحق. وانت